يبدأ الفيلم سنة 1996، وهي قصة حقيقية، وبنتعرف على الفريق ده ويظبطوا أغراضهم عشان هيتسلقوا جبل إيفرست. نتعرف على روب رئيس المجموعة، ودي هيلين، وده جاي، ودي جان مرات روب. بتكون حامل وجاية تودعه قبل ما يسافر. بعد كده بيسافروا وبنتعرف على بيك وبينضم لفريق روب، وفريق روب كله بيتجمع وبيقول لهم على خطته انه ازاي هيطلعوا جبل ايفرست. بيكتمل الفريق بهارون وكمان ياسوكو نامبو، معروف عنها انها تسلقت 6 جبال قبل كده. بيركبوا الطيارة ويوصلوا المعسكر الخاص بايفرست. بتكون هيلين مستنياهم في المعسكر وتعرفهم على امر. بعدها روب بيقابل واحد اسمه سكوت في المعسكر، يقول له سكوت الجبل المره دي فيه شقوق كبيره جدا، وان هو جاي مراسل جديد بدل جون. وروب قال له ان جون طلب منه ان هو يكون معاه. بعدها روب بيجتمع مع فريقه وبيعرفهم على كارول، بتكون دكتوره الفريق، وهي بتقول لهم ان هي مختصه بالجزء الطبي للفريق، وهي هتدربهم على نقص الاكسجين في الجسم لان فوق الجبل بيكون الاكسجين قليل. انهم هيتدربوا لمده شهر، وبتقول لهم لو حد طلع فوق وتعب ينزل بسرعه على المعسكر. بدأوا بالفعل بالتدريب، وهم بيتدربوا السلم كان هيقع من فوق الجبل. وهم بيتدربوا دوك بيظهر عليه التعب، وروب بيقول له روح لكارل. فعلا راح لكارل واديته علاج. كان موجود معاهم بيك، ولما عرف ان النهارده عيد جوازه جري على هيلين واديته جواب من زوجته بيتش. بياخد منها تليفون عشان يكلمها، وفعلا بيكلمها وقال لها معلش انا ما قدرتش ابعت لك الجواب عشان كنت بتدرب فوق الجبل. بعدها بيعدي على سلم بين جبلين والتلج بينهار. كان هيقع من على السلم لكن بيمسك فيه. بيساعده روب، بيمسك في الحبل ويمشي على السلم وبيساعد بيك، لكن بيزعق لروب عشان فضلوا مدة طويلة لحد ما الفرق التانية عدت من على السلم. روب قرر يجتمع مع قادة الفرق التانية عشان ينظموا نفسهم وهم طالعين عشان محدش يموت منهم. قال لهم ان هو هيطلع يوم 10 مايو، لكن معظم الفرق ما قبلتش بكلامه. راح لسكوت وبيقول له لازم الفرقتين يطلعوا مع بعض عشان ده هيساعدنا في الحرب. بعد كده بيوافق سكوت، وهنا بيجتمعوا الفرقتين مع بعض. اتفقوا هما الاتنين انهم يسيبوا انابيب اكسجين فوق القمه الجنوبيه عشان تكون قريبه منهم وهم فوق القمه. بعد كده بيوصل جواب لروب من زوجته جان، وبيعرف انها حامل في بنت. بيحتفل معاهم، وفي وسط الاحتفال جون بيسال ياسوكو انت هتطلعي ليه قمه ايفرست؟ فبتقول له انا طلعت قبل كده 6 قمم جبليه، محتاجه اطلع قمه ايفرست. وسال نفس السؤال لدوك، وبيقول له انا طالع عشان خاطر ولاد. كلم مراته وعرف انها حامل في بنت وقال لها سميها ساره. الفرق بتجهز نفسها عشان تطلع القمه، وهنا بيعملوا خيم كتير عشان يخيموا فيها. بدا فريق روب بالصعود، وهنا بيتعب واحد من فريق سكوت بيكون معاه ليل. وروب بيقول له انت كلمت سكوت ولا لا؟ فبيرد عليه قال له انا مش عارف اتصل بيه. سكوت قابله وبيقول له هو فين نيل؟ قال له قاعد جنب دان عشان تعب شويه. قال له ده حاول يتصل بيك لكن انت مش بترد. سكوت قال له انا هنزل معسكر واحد، ولو فضل تعبان هنزله القاعده. هيقابل روب عند قمه الجبل. روب بيوصل لمعسكر 2 وبيكلم جاي في معسكر 1، وكان بينبههم للطريق عشان في انهيار جليدي وبيكملوا. فعلا حصل انهيار جليدي واتزحلقوا، ولكن حظهم كويس انهم مسكوا في الحبل. بعدها روب قام يطمن على هارون. روب كلم سكوت وقال له ان حصل انهيار جليدي عليهم. قال له انا لسه في معسكر 1 وبكره الصبح هكمل طلوع الجبل. روب قال له انا عاوزك ترتاح يوم وتكمل طلوع عشان ما تتعبش، لكن بيرفض. ونرجع للقاعده ونشوف هيلين وكارل وهم بيراقبوا حاله الطقس عشان يبلغوا روب. فريق روب بيواصل الطلوع لحد ما بيوصل معسكر 4، والطقس حالته مش مستقره وبيظهر التعب على بيك. بيوصل سكوت واناتولي لفريق روب وبيدخلوا الخيمه عشان تعبانين وبيعالجوا بيك. وبعدها روب لقى الجو بقى كويس وجمع فريقه وقال له انتوا جهزوا في نص ساعه. وسكوت بيفضل وبكره يكمل طلوع، وفريق روب بيتحرك وبيكمل طلوع الجبل. وبيطلع عليهم النهار وبيك بيتعب ومش بيقدر يكمل ومش عارف يشوف بعينه. وروب بيطلب منه انه ينزل القاعده لكن بيرفض. وروب قال له خلاص انا هخليك نص ساعه، لو قدرت تيجي ورانا تعال على القمه. لكن بيرفض وقال له ان في فريق طالع بانابيب اكسجين عند القمه الجنوبيه، ابعت لك واحد منهم ينزل لك القاعده وبعدها نروح لجاي. وبيوصل القمه الجنوبيه وبيروح يلاقي الحبال مقطوعه. بيكلم روب وبيقول له ان الحبال مقطوعه، فقال له انا هكلم نيل واناتولي يثبتوا حبال جديد. وبنفس الوقت معانا انج دورجي ولوك سانج وبيحاولوا يطلعوا الجبل، لكن لوك سانج
تعبانه ومش قادره تكمل. فريق روب بيكمل طلوع ودوك تعبان ومش قادر يتنفس. روب حاول يعالجه وبيقول له كلام حلو كده عشان يكمل معاه طلوع. بيقابل جون وهو نازل من على الجبل وقال له ان الحبل مقطوع على القمه الجنوبيه. روب بيحاول يرجعه تاني لكن جون قرر انه ينزل، ونزل معاه لو وستيوارد. وبعدها روب كلم هيلين وقال لها ان جون ولو وستيوارد نزلوا القاعده والطقس مش مستقر. كارول بتقول لها انهم لازم يتحركوا بسرعه لان الاكسجين قرب يخلص. روب كلم سكوت وقال له هم موجودين عند القمه الجنوبيه. نروح لبيك وبيقابلوا جون، وجون بيقول له ان الحبل مقطوع عند القمه الجنوبيه. جون بيقول له تعالى انزل معايا. بيك قال له لا انا مواعد روب ان هو هينزل. ونرجع لروب وهنا ناتالي ونيل نجحوا انهم يربطوا احبال جديد. بيكملوا طلوع الجبل وفريق روب نجح انه يطلع قمه الجبل، ومبسوطين جدا انهم وصلوا قمه ايفرست. روب بيسال ياسوكو بيقول لها دي القمه كام بالنسبه لي؟ بتقول له دي 7 وبتكون فرحانه جدا. روب بيتكلم القاعده بيقول لهم احنا وصلنا قمه ايفرست وبيكونوا فرحانين جدا، ما عدا دوك لسه ما وصلش. بيقول لها ان بيك عنده مشكله في عينه ولسه عند التل. بعدها سكوت بيوصل لقمه الجبل وروب بيقول له فين دوك؟ قال له ده لسه بعيد. وبيقرروا ينزلوا. وهنا نروح لهارون وبيكون وصل للقمه الجنوبيه. يلاقي انابيب الاكسجين فاضيه وبنروح لروب لما قابل دوك بيحاول يرجعه تاني لكن بيرفض وبيصمم ان هو يكمل. وروب بيقرر انه يرجع معاه عشان ما يطلعش لوحده وبيقدر يساعده ان هو يوصل لقمه ايفرست. بعدها جاي بيكلم روب لكن مش بيرد عليه، لكن بيتصل بهيلين وبيقول لها ان في عاصفه جايه، وراحت اتصلت بروب لكن مش بيرد. في الوقت ده روب كان بينزل هو ودوك وبنروح لبيك ونقابل الفريق وبياخدوه معاهم. وبنروح لروب ودوك بيكون دوك تعبان جدا ومش قادر يمشي، واتصل بهيلين بيقول لها احنا محتاجين اكسجين، وقال لها احنا لسه عند القمه. فطلبت هيلين من هارون انه يرجع للقمه الجنوبيه ياخد اكسجين ويرجع لروب. فهارون بيقرر يرجع انه ينقذ روب. كارول طلبت من روب انه ينزل ويسيب دوك، لكن روب بيرفض. وجاي كلمه قال له انت لازم تنزل دلوقتي عشان في عاصفه جايه. فروب بيرفض. ونروح لسكوت وهو تعبان وبيطلب من صديقه انه ينزل يجيب اناتولي ويطلع عشان ينزلوه، لكن العاصفه بتيجي وروب بيحاول ينزل دوك. للاسف العاصفه بتكون قويه وروب بيقول له انا هنزل اجيب اكسجين واطلع تاني. دوك بيحاول يقوم وينزل لكن بيقع من فوق الجبل. وهارون بيوصل لروب لكن روب بيكون تعبان. قال له انا لقيت انابيب اكسجين فاضيه. وقال له هو دوك فين؟ قال له ده مات. بعد كده بينزل لاناتولي في المعسكر وباقي المجموعه على الجبل. ونرجع لجان وبتتصل بالقاعده وقالوا لها ان روب فوق الجبل وفي عاصفه دلوقتي هناك. وجاي بينزل القاعده وبيحاول يكلم روب. قرروا يبعتوا انجي دورجي لروب بالاكسجين. وهنا ياسوكو ماتت وهنا بيك عايش لكن مش قادر يتحرك. وتاني يوم الصبح حاولوا يتكلموا روب لكن صاحي ما كانش قادر يتكلم، كمان جسمه متجمد. وقال لهم ان هارون ودوك ماتوا. يفقد الامل انه ينزل القاعده. وجاي بيقول له ما تخافش وطلع لك انجي دورجي. وجاي طلب من جان انه يتكلم جوزها تخليه ينزل، وحفزته ان هو ينزل وطلبت منه انه يتحرك وينزل بسرعه. هيلين كلمت مايك وقال لها ان ياسوكو ماتت وبيك مش قادر ينزل. هيلين كلمت بيتش مرات بيك وقالت لها ده مات. وانجي بيتكلم هيلين بيقول لها في عاصفه جامده فوق وانه مش هيقدر يوصل لروب وهيسيب الاكسجين مكانه. وجاي كلم روب وقال له ان محدش هيقدر يوصل لك عشان في عاصفه قويه. طلب منه انه يرجع مكانه واستخبى تحت الصخر. فعلا رجع مكانه. وجان بتتصل بهيلين قالت لها محدش قادر يوصل لروب عشان في عاصفه قويه. جان كلمت روب واكد عليها ان سام بنته ساره بيكونوا فقدوا الامل ان روب يرجع تاني. وبنروح لبيك اللي لسه عايش وبيحاول يقوم ويروح للمعسكر عند مايك. مايك كلم هيلين وقال لها ان بيك لسه عايش. وهيلين بتكلم بيتش قالت لها ده بيك لسه عايش. وبيتش بتكلم السفاره عشان تطلب طياره وتنزل بيك من الجنة. ناتالي بتطلع تشوف سكوت بتلاقيه مات وبتوصل الطياره. وبيك بيركب الطياره وبينزل كل الفريق من على الجبل. ويوصلوا المعسكر وروب بيكون مات وبيك بيرجع لبيته ونقول سلام.